مساء الخير على كل السمكاوية، يا رب تكونوا بخير. دعواتكم كده ليا وليكم ان شاء الله. هقول لكم النهارده ببساطه بناء على كل الناس اللي كتبت في الكومنتات في الفيديو اللي فات بتاع الفلتر الاكستنشن ده، ان هم عايزين يعرفوا شويه حاجات عن الزرع. انا خبرتي مش كبيره قوي، بس هقدر يعني على قد ما هقدر اقول اللي عندي، مش هبخل عليكم باي حاجه. واقدر اقول لك المصادر اللي جبت منها الكلام ده كله، ناس موثوقه منها، انا اتعاملت معاهم مباشر. كانوا كويسين فوق العاده يعني بصراحه. وهتابع معاك تقدر تعمل ايه بالظبط. انواع الاسماء على ما افتكر يعني. بعض الحاجات اللي عندي دي هقول لكم على اسمائها، واقدر اقول لك ايه بالظبط اللي اشتغل بسرعه كويسه، وايه اللي ما اشتغلش بسرعه خالص ولا اي حاجه. وايه اللي هيبقى كويس معاك لو انت لسه بتقول يا هادي، وايه اللي ممكن ما يكونش مساعد معاك. ايه السماد وايه مش السماد. ايه اللي هتقدر تبدا بيه عادي، ولو عايز تسمد هتعمل ايه بالظبط. التربه ايه، الفلتره ايه، المتابعه ايه، الاضاءه ايه. كل الكلام ده كله هنطرحه مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله. آه، ولو في برضك اي حد عنده اي حاجه تاني بعد ما اكون الفيديو حتى لو نزل، وكتبت لي كومنت او قلت لي اي حاجه او دخلت لي مباشر بتبعت لي رساله، مفيش اي مشكله، هرد عليك عادي. وان شاء الله اقدر افيدكم بالفيديو البسيط ده. هيكون حاجه بسيطه صغيره خالص كده، بس ايه عشان اشرح لكم وازاي كمان تزرعوا، وهوريكم تزرعوا ازاي لو بايديكم او بالجفت، مفيش مشكله. فهبعت لكم كل التفاصيل في الفيديو هنا برضك، تابعوا. بصوا خلينا نبدا الاول بالانواع لحد ما اللي ابقى فاكرها يعني. نبدا مع بعض واحده واحده كده، نشوف الانواع اللي موجوده عندي ايه. يعني عندك دوت هشاور بقى بالخشب ده. يعني عندك ده كده امازون سورد، دي كريبتو كريم، دي شتلتين صغيرين، ودي برضك شتلتين صغيرين كريبتو كريم. آه، دي جابي جراس، كنت واخدها هديه من صديقي توني. والحاجات دي هقول لكم برضك اماكنها، يعني الحاجات دي كده طلبتها من اسلام ياسين. دي جروفيليا كومباكت، دي بتقفل لسه عشان فتح الاضاءه، بتقفل مع الاضاءه وتفتح لما تفتح يبقى في اضاءه تبدا تفتح الورقتين اللي فوق دول. دي جابي جراس، دي زي عشب ارضيه او زرع ارضيه. طبعا مش عايز اقول لكم هم بيتكاثر بطريقه مرعبه، يعني انا خدت منه شويه قد دول كده او اقل كمان شويه دول، كل شويه بيكبر. بص احطه هنا كده اهو، واحطه هنا كده اهو، واحط جنب بعضه، واحط قدام، واحط هنا كده اهو، واقعد اوزع. هو طبعا الافضل ان انت تسيب مسافه ما بين كل، يعني مش هنقول شتله بقى، يعني من كل عود او كل حته صغيره كده والتانيه، عشان خاطر تفرش معاك. بس انا طبعا عشان مش عايز يبقى الموضوع كبير قوي في الحته دي واقدر ما اسيطرش عليه، لا انا اوزع بايدي. فانا عامل زي كاني مكان بغرس فيه، ولما يجي يطلع بص زي دي كده. بصوا شايفين الطول بيطول، وبيطول اكتر من كده، لسه قصه من يومين. وزعت بيه الجزء اللي هنا ده. ودي طبعا اكبر حته كريبتو كريم لقيتها، يعني انا طالب شتله، فجالي اللهم صل على النبي يعني كميه محترمه من عند اسلام ياسين. والورق بتاعها بقى بدا يظبط وبيفتح اهوت، وبدا الورقه دي عرض وتاخد اللون بتاعها اللي هو مدي على براون شويه. دي طبعا امانيا، امانيا او امايا على حسب ما انا عارف يعني. وبدات تدي حاجات جنبها اهي. دي نموات بتاعتي لسه طالعه عندي. ودي طبعا المارسيليا كاربت، دي كنت واخدها هديه من حسن فؤاد. ودي السانسيت، طبعا السانسيت دي من ضمن الحاجات اللي كنت بقول لكم عليها، ان مش كل حاجه بنصح بيها ان انت تحطها في الحوض بتاعك لو انت لسه مبتدئ. لوتك، انا لوتك برضك، يعني عشان الواحد ما يفتكرش ان انا جامد قوي، لا انا ابسط خلق الله. دي سانسيت اللي انا واقف عليها دي. فالسانسيت دي اصلا اولها ميديم تك، بس بتبقى موجوده في الهاي تك عادي يعني. بتبقى موجوده في بتبقى موجوده قصدي في اللوتك عادي. بس طبعا بس فزي ما قلت لكم كده عشان الفيديو فصل. السانسيت دي ميديم تك هاي تك هتشتغل معاك في اللو، بس تبقوا زي ما انتم شايفين ده. انا جايبها ورقها اطول من كده. الدنيا معاها كويسه بتكبر. طبعا ما بتتقصفش. بصوا دي اتقصفت مني، فاضطريت ان انا اغرز دي لوحدها. و وبتبدا تكبر، يعني الحته اللي تحت دي، الجزء اللي تحت ده زياده جه، يعني طلع عندي الجزء اللي تحت كله ده اللي هي الحته دي. فبس هو ما انصحش بيها، يعني حرفيا هتحطها هتظلم النبته، وحرفيا مش هتشوف منها شغل جامد. فعشان كده دي اللي بقول عليها. دي اللي هي اللوجيا ريبنس او رينبس. دي برضك من اسلام ياسين، كنت جايب منها كان عرض كده كبير 25 عود. فكل الجزء ده وكل الجزء اللي ورا ده، وفي هنا برضك تحت اهو، وفي طبعا في هنا اهو الكام عود دول، وفي ورا خالص اهم هنا كده اهو جنب الروتالا. من ضمن الحاجات بقى اللي بقول لكم انصحكم بيها، طبعا اول ما تبدا الروتالا الجميله دي. الروتالا الجميله دي كنت جايبها من حازم ميلانو في المعادي. الروتالا دي من اسهل حاجه وابسط حاجه، وفي اي حته هتطلع. يعني انا اول ما عملت ما كانش عندي جرش كتير، فاضطريت ان انا احطها جوه فخاره مخرمه من تحت وفيها جرش. طبعا بدات تكبر لحد ما الله اكبر زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا غرستها خالص في الارض خلاص، شكرا كده. مطلعه لي جنبها، يعني كل ما تحط عود يطلع لك جنبه عود. فدي من اسهل واحلى حاجه
وعلى طول فيها. بس باختصار دي الحاجات اللي بحاول اقول لكم عليها. ودي البريست روز الجميله من عند اسلام ياسين برضه. هنرجع تاني نكمل الروتالا اللي هي دي الاعواد دي روتالا. الروتالا مفيش اسهل منها بصراحه في الحته دي. في بقى الباكوبا مونيري انتوا شايفينها دي اهي. دي برضك بتطول، بس يعني الموضوع معاها مش قد كده. ممكن يكون عشان خاطر اللي انا الحضانه اللي انا حاططها، بس هي اصلا من ساعه ما جبتها بقالها شويه عندي. الموضوع معاها مش قد كده. في عندكم بقى الباكوبا كارولينا دي اشد منها شويه، بتطول، وقصيت منها وزرعت هنا اهي ان انا واقف عليها. دي برضك اللوجيا ريبسنس، بص اهي هنا برضك وهنا. في بقى عندكم الهيجروفيليا سياميس وفي اللي هي الديفسون دي مش عارف اسمها ايه برضك، شبهها بالظبط. ده عود واحد برضك كنت جايبه. دي من صديق ليا في اكتوبر محمد، ودي كنت جايبها من شاهين اللي هي والجاينت برضك كنت جايبها من شاهين، دي جروفيليا جاينت تمام. والسيسي فلورا برضك كنت جايبها من شاهين، وصديق ليا برضك في عزبة النخل. طبعا في حتت هنا بايظه خالص هقصها واظبطها في السيسي فلورا من فوق اهي. النموات دي مش الحته البنيه دي. وزي ما انتم شايفين بتطول والدنيا معاها كويسه اهي. دي بتبقى نموات جديده اهي، بتفضل تطول. هي ما كانتش كده. والعود اللي انا واقف عليه ده طلع من الجنب، معايا. وفي برضك هنا اهو، بصوا الثلاثه دول. انا كنت جايب عودين تقريبا او 4. طبعا في هنا وراهم واحد تاني، في وراه واحد تاني اهو، يعني ده في وراه واحد تاني. فهي طبعا بتنتشر وبتكبر، وسرعه نموها حلوه. دي من ضمن الحاجات اللي ارشحها معاكم، وبتدي شكل، يعني بتاخد مساحه كبيره وبتدي شكل. دي الميديفيليوم ريد دي بتطول عندي برضك وخدت مساحه، يعني هي كانت نص المساحه كنت جايبها برضك من اسلام ياسين. بس بتطول وجميله، يعني على الاقل خالص انت بتحب الفرايتي او التنوع في حته الالوان في الحوض بتاعك. فدي لونها كده، يعني هو لونها كانت جايه لونها احمر داكن، دلوقتي بقت شبه بني مثلا، بس هي ده لونها مش هتبقى اخضر مثلا. ودي طبعا الفوكس تيل، يعني اشهر حاجه وارخص حاجه واسهل حاجه واي حاجه. ده اصلا نبات نيلي بيشتغل اي حاجه، بيشتغل في الجرش، بيشتغل على صخره، بيشتغل طايف، بيشتغل اي حاجه. يعني ده سيبه بس كده وهو هيتعامل. ده هي ميزته ان هو الورق بتاعه خشن، فلو انت عندك حاجه زي المولي مثلا مش هتعضعض فيه، يعني هو صباح الفل يعني. هيقعد معاك النبات، السمك هيكرهه، مش هيحب ان هو يجي يعضعض في الورق بتاعه. لان انا كان عندي مولي هنا وكان عندي بلاتي. المولي طبعا يعني مؤذي في الحته دي، والبلاتي في منه فيه، يعني على حسب السلوك بتاعه نفسه. فانا رحت شايل المولي، وبقيت بعد كده لقيت البلاتي بينقر في الورق بتاع السانسيت، وبينقر في الورق هنا كده اهو زي ما انتم شايفين. فحاولت ان انا خلاص شلته وراح حطيته جوه وسبت دول كده. والفوكس تيل ده بيطول، انا قاصص منه طبعا وحطيت الجمبري. انا بستخدمه للجمبري على طول عشان ورقته زي ما انتم شايفين العود بتاعه رفيع. فالحوض بتاعت الجمبري 3 ارباعها بيبقى حوض نانو، يعني انا اقصى حاجه عندي جمبري 30. هوقف بس عشان الاذان وهكمل لكم تاني. نرجع نكمل تاني مع بعضينا. طبعا قلنا دي الجاينت، ودي انوبياس اس بي طبعا هي كانت جايلي دي في ورقه منهم صفرة، فببدا اظبط شويه فيها. وعندي دي برضك انوبياس اس بي انا بحب الانوبيسات بصراحه، بس ده اسرع انوبياس فيهم يعتبر من ساعه ما جبته. هو بص ورقه طلعت والتانيه هي بتطلع، ودي نفس النظام برضك في ورقه تحت هي بتطلع. اسرع من الانوبياس العمومي، هو يعتبر اقل نوع في الانوبيسات بس هو ارخصهم كمان. دي برضك من اسلام ياسين الاثنين دول. دي برضك الجروفيليا، دي بتبقى زرعه اماميه. انا مش فاكر كانت الجروفيليا ايه بالظبط لان اسمائهم معقده شويه. خلي بالكم ان وانتوا بتشتروا الزرع اعرفوا ان الزرع عموما او النبات اللي هو بتاع النباتات المائيه امامي، يعني امامي في الصف الامامي ده كل ده، ولا جانبي ووسط ولا خلفي. يعني الموضوع ده بيبقى مهم جدا في شغل النبات او سرعه نمو النباتات. دي طبعا السناريا طويله قوي عامله زي غابات السافانا. دي طبعا بتشتغل برضك بترمي رانرات، يعني لو شفتوا فيه جوه، مش طبعا الموضوع مش هيبان في الفيديو قوي. بترمي رانرات. رانر ده يعني زي جدر كده تقيل شويه بيمشي على الارض وبيبدا يعمل جذور، والجذور دي تطلع نمو جديد. فهو رامي عندي الله اكبر يعني كام حته كده، وانا لسه اصلا جايبه من قريب. دي طبعا بيليا موس، دي اللي على الصخره دي. وفي شويه هنا ويبنج موس موجودين، بس دي الحته دي خفيفه في جوه الكميه كلها يعني. ودي برضك جروفيليا براون تقريبا على حد يعني. ودي برضك كريبتو، نوع من كريبتو. بس فدي تعتبر معظم الحاجات اللي انا عايز اوريها لكم لو ما نسيتش حاجه. دي جافا فيرن طبعا، قعدت ادور عليها ولحد ما جبتها من محمود توفيق. هي برضك حاططها وحاطط حته هنا، والله اكبر كان مديني شتله محترمه يعني. فحاولت ان انا اقسمهم على قد ما اقدر، وحاطط منهم في حوض الجمبري النانو حته صغيره، يعني اصغر شتله فيهم تقريبا كده. انا اعتبر قلت لكم كل الزرع اللي في الحوض عموما. فبس هنرجع بقى لحاجه تانية كمان، لازم يبقى في عندك مكافحين طحالب زي اللي جري دي تحت كده.
يعني هم انتوا شايفينها اهي، دي الجولدن جولدن الجا ايتر اللي على الارض دي او اللي بيقولوا عليها تشاينيز الجا ايتر على حسب بقى. وفي عندك البريستال نوز اللي على الازاز دي، طبعا اختها الله يرحمها يعني كانت هاي فيل، دي شورت. وفي عندك اللي واقفه فوق دي السياميز دي كنت جايبها من الحاج محمد حلمي. والالجا ايتر اللي تحت دي الجولدن جايبها من شيلد، والبريستال نوز من اسلام ياسين. وعندك بقى شويه اللعيبه اللي تحت دول زي الالبينو كات فيش والمدرعه كات فيش اللي بتلعب هنا دي كده. لازم يبقى عندك مكافحين طحالب يبداوا يظبطوا. طبعا الكات فيش مش هتعمل كده، بس انا بقول على البريستال نوز اللي هي على الازاز دي، وعلى السياميز الجا ايتر اللي واقفه فوق، وعلى الجولدن الجا ايتر اللي تحت دي. طبعا الحوض عندي كان ضارب طحالب لاني كنت قاري جرعه التسميد غلط وزودت شويه، طبعا ده عيب مني مش عيب من الشخص يعني. وزودت جرعه التسميد، طبعا ضرب عندي طحالب رهيبه. طبعا جريت على طول جبت الاسلحه بتاعت الناس اللي تحت اللي بتلعب في الارضيه وفي الورق ده. طبعا الجاينت دي بحاول اعالجها، طبعا في حاجات قصفت وبتاع عشان خاطر يعني كانت مليانه طحالب. دي كانت مليانه عشان ورقها كبير، فكانت مليانه حرفيا طحالب خضراء وقلبت بني. طبعا الحمد لله يعني مش عايز اقول لكم في ظرف 3 ايام اللهم صل على النبي الله اكبر يعني الالجا ايتر جت نسفت الكلام ده. وعندي كمان لوتش بس طبعا هي مختفيه، عندي ستريم لوتش بس هي طبعا هتلاقوها بقى، يا رب بس ما يكونش حصل لها حاجه يعني، هتلاقوها مستخبيه هنا ولا هنا ولا متعلقه في اي ازاز. كان طبعا عندي حلزونات، بس طبعا اوعوا الحلزونات مع الزرع، يعني الحلزونات ما فيش حاجه في الحلزون هينفع مع الزرع غير المعلم ده طبعا ماليزيان ترومبت سنيل او القوقع الحفار اللي هو تحت اللي انتوا شايفينه ده. هو بيلعب شويه مش عايز اهزه. وطبعا هو رامي عندي كميه اهو، بص هنا اهو، فين اهو هناك اهو شبه المخروط ده. طبعا هو بيرمي عندي، هو طبعا بيتكاثر ذاتيا، فهو رامي عندي كميه ولده في الحوض رهيبه. هو بيتكاثر ذاتي فهو جميل، بيحفر في الارض وفي الجرش ده بيقلب لي التربه، فهو ممتاز للاحواض المزروعه، مش مكلف يعني، هو رخيص وكمان بيتكاثر لوحده فبيملى لك الحوض حرفيا. وعندك العظيم التاني الزبرا سنيل، بس انا جبتها قعدت معايا فتره محترمه يعني 3، بعد كده لقيتهم ماتوا لوحدهم، بعد كده جبت 3 تاني، بعد كده ماتوا لوحدهم، بعد كده جبت واحده ماتت. اول 3 دول قعدوا اكتر فتره، وبعد كده الباقي كله بقى بيموت حرفيا بعد كام يوم. بيموت جوه بقى ما بيطلعش بره زي ما كنت بسمع، فقلت لا بلاها. وكان عندي طبعا ابل سنيل كتير، طبعا دول لقطتهم في الاول. ممنوع نهائي تحط ابل سنيل، اسال الاول او اتعلم او اعرف الاول القوقع اللي عندك ده هينفع مع الزرع ولا لا، لان الابل سنيل حرفيا كائن بتاع خضار، يعني انا بسميه بتاع خضار، يعني ده اي حاجه خضراء قدامه هيقعد يمص فيها لحد ما هيموتها لك خالص. هو والاستوماس العاديه، مش اللي شبه البريستال نوز بس الارخص. طبعا كان عندي يعني اللي هو بيقول عليه السمكه المساح، طبعا هتحطها هتاكل لك السلع ده، مش هتخلي لك فيه اخضر ولا اي حاجه. فطبعا خلوا بالكم من اللي ينفع معاك واللي ما ينفعش معاك. وفي سمك ممكن تلاقي سمك بيعضعض في الورق، فبرضك ما تعتمدش ان هو مجرد مثلا الاستوماس او القواقع بس، لا في اصلا سمك اصلا هو بالطابع بتاعه ان هو اصلا بتاع خضروات، او هو مثلا بياكل اصلا اي خضره او اي حاجات نباتيه يعني، فهتلاقيه بياكل اصلا في الاخضر ده. فبلاها. لو حد يسالني عشان برضك ما انساش انا عامل دول ليه، انا جايب ليا اوردر وجايب حاجات منه لاخويا، وفي حاجات طلعت عندي زياده، نباتات طلعت زياده زي الكريبتو كريم، مش هعوز اكتر من دي اللهم صل على النبي، واحده او 2 أو 3 تقريبا، 2 بس حلوين يعني، فانا مش عايز اكتر من كده. الحوض بتاعي صغير لسه، ده 60 في 40. والحاجات التانية اللي هي زي دي انا بحطها في اسريدات زرع زي كده عشان ما اقعدش اهلكها، احطها في الجرش وبعد ما اكون انا اكبرها مثلا او اظبطها عشان انا عندي سماد وهو لا، فاكبرها واروح منزلها له تحت مثلا، اروح شديدها تاني من الارض. انا مش عايز اعمل كده، انا ساعتها هروح فاكك اسمه ده اللهم صل على النبي، الفبر ده او الفايبر ده كنت جايبه من شيلد برضه، هتلاقوه عند اي حد بتاع سمك. انا بلف حوالين الجذور واروح غرزه، ساعات بحط كام حته كده من الجرش كده فوق عشان بس يتقل لي القصريه. ده برضك قصريه الزرع دي كنت جايبها من اسلام ياسين، القصريه دي ب5 جنيه، جميله جدا فوق ما تتخيلوا. بتحطها وتسيبها واقدر اشيلها اقدر احطها، عشان انا عايز المساحه دي مش عايزها تروح، عايز احطها فيها صخور زي كده تبقى، عشان انا مش عامل ديكوريشن في المكان زي ما انتم شايفين، انا عامله زي جنينه ارضيه زرع. انت برضك انت ودماغك ممكن تعمل زي ما انا عامل كده عشان استغل كل منطقه، يا اما ممكن تعمل ديكوريشن، تحط خشب في الحته دي، خشب مثلا متحجر، تحط اغصان، تحط حاجات، انت ودماغك على حسب ما انت عايز. وفي برضك الزرع الطافي عشان ما انساش اقول لكم عليه، ده مش بيقولوا عليه بيت الضفدع على حسب بقى ما هم بيسموه ايه. فجميل جميل فوق ما تتخيلوا، ده وشه تمام ودي بدوره. طبعا انا كنت جايبه كام حته كده من كريم فانوس هديه يعني مع اوردر كنت جايبه. وطبعا اللهم صل على النبي زاد عندي، هو اهم حاجه عنده بياخد من مغذيات الميه، بس في نفس الوقت مش عايز يتحرق، يعني مش عايز تزود عليه
النور زياده بيحصل زي كده، بصوا بيصفر كده، فهو مش عايز يصفر، هو عايز ياخد الاضاءه بتاعته الكافيه 6 ساعات، وفي نفس الوقت يكون فيه مغذيات في الميه فيتشبع بيها. طبعا انا لسه مأكل خلطه، فطبعا هي لما على الجذور، فبس هو كده بيطلعوا ياكلوا منه زي كده، او زي ما انتم شايفين هم مش بياكلوه، هم بيقعدوا بس ينقروا من الحاجات الزياده زي ما انا قلت لكم مؤكل خلطه. ففي حاجات على الجذور بتاعتها، ودي طبعا بوتس لطيف. بص طلع عندي كميه قد يلا اكبر. هو انا كنت جايبه كام حته كده بس من عمده بتاع سوق الجمعه، اكيد ناس كتير عارفاه، عماد راجل محترم يعني. جبت منه حته فيها كام واحده من دول، وطلع عندي بره، استخدمت كمان بره الحوض. ودي مش عارف اسمها ايه، هبقى اكتبها لكم في الكومنتات. برضك زي البوتس بس احلى شكل، ورقتها لطيفه. وطبعا كانت عندي بايظه خالص، بدات تظبط نفسها اهي، طبعا عشان انا حاطط كميه مغذيات في الميه، هي طبعا متدلعه. واللي هيشوف يسال، انا عملت حاجه كده عند نجار صديقي، عملت اكستنشن للترابيزه زي ما انتم شايفين، وحطيت ال3 لمبه دول. هو اصلا بتحسب اليومين بتاعك، لازم الزرع عموما يكون عنده اضاءه كافيه من 6 ل 8 ساعات، وفي ناس بتقول لك 6 7 اخرك، وانا بحب الموضوع ده. وجايب تايمر زي ما انتم شايفين، التايمر اللي تحت ده بظبط الترسات بتاعته على 6 ساعات. الترسات بتاعته بتبقى هنا كده اهي، زي ما دي كده، مش عارف انتوا هتشوفوها ولا لا. بفضل ادوس على الكليبسات دي اهي، لتحت 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 لتحت، كل ترس من ده بربع ساعه، يعني كل بلاستيكه من دي بربع ساعه، بقعد ادوس 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 لحد ما اكمل ال6 ساعات. بعد ما اكمل ال6 ساعات كده انا خلاص ظبطت الترس بتاع 6 ساعات، اقدر الف يعني زي ما انتوا هتشوفوا كده، او طفى اهو. هعمل كده، اقعد الف فتح تاني. هو بقى مش بلف انا بايدي، هو اوتوماتيك اصلا، كل وقت بيعد هو بيلف اوتوماتيك، متوصل بالكهرباء، وانا حاطط فيه الفلاش كلها خاصه بالاضاءه، فهو بيلف اوتوماتيك اصلا مع نفسه. كل ما يعدي ربع ساعه تلاقيه عمل تيك وبيعدي، هو تيك بيعدي لوحده لحد ما يجي يخلص 6 ساعات، يروح فاصل ويروح عامل تاني دوله تاني. يقولوا له باي للانجلات. بس دي باختصار شويه حاجات من اللي كنت عايز اقول لكم عليها. انا شكل الفيديو طول عندي، ما بقاش فيديو صغير زي ما قلت لكم. ده الجفت عشان برضك نخلص بسرعه. ده الجفت اللي بقولوا عليه. طبعا هو بيبقى في محلات السمك بارقام خزعبليه. انا نزلت جبته من سوق الجمعه، بس مش الخاص بالاسماك، اللي بيبقى جوه شويه. نزلت جبته ب20 جنيه بس، فالحمد لله يعني. وعندي مقص بقدر استخدمه، اقص النبته مثلا من اي حته، يعني الحاجات اللي هي الاعواد دي، اللي هي عود زي كده، ده بيتقص من اي مكان عادي، مش زي الشتلات اللي زي دي ما بتتقصش، دي بتطلع منها نموات جنبيها زي الصغيرين دول. فانا ببدا اشوف افكها، اشيلها خالص من مكانها، وابدا اشوف النموات بتاعتها افصل كل واحده، بس لازم يكون ليها جدر خاص بيها، وابدا ازرع الجديده دي، امسكها كده بالجفت واروح غارزها كده في الارض، واروح دفنها، واروح محوط عليها كده بشويه جرش زي الحاجات دي كده. عود هقدر اسحب منها عود، يعني دي كده عود مش هتطلع لي جنبها، واروح ساحب منها او قاصص منها زي الهيجروفيليا الجاينت اللي جوه دي. هقدر اقص مثلا الحته اللي فوق دي، واروح شايل اخر ورقتين عشان دول اللي هيطلعوا لي منهم جذور، واروح اعملها. طب الجافا فيرن دي، لا الجافا فيرن دي برضك نظام نموات جنبها، هتبدا تطلع لي زي ما انتم شايفين كده نموات جنبها اهي، وفي برضك هنا هقدر افكها خالص من مكانها كلها، وابدا اخد النموات اللي جنبها واعملها. دي اوتوماتيك اصلا، اسمها ايه دي اوتوماتيك بتطلع لي جنبها رنرات. السيسي فلورا بقدر اقص منها وازرع جنبيها. الروتالا نفس النظام زي ما قلت لكم في الاول، بدات اقص وانزل زي ما انتم شايفين كده، في نموات اهي بتبدا تطلع من سبب القص. هو كمان دي فيها ميزه لطيفه، يعني دي بتكبر جنبيها، بتطلع جنبيها، وفي نفس الوقت لو قصيت وحطيت بتطلع لك بردك تاني، العود بيكبر ويطلع جنبه، يعني دي ماشيه بالاثنين منوال. لو انت فضلت سايبها كده وعماله تطول هتلاقيها بتطلع لك جنبيها زي الحاجات الصغيره دي. وفي نفس الوقت انا ممكن اقص اصلا واروح غارس جنبيها، مفيش اي مشكله خالص. الامازون سورد نظام شتلات بردك، اللي هي ديت نظام شتلات، بتكبر وتطلع جذور جنبيها، وتقدر انت تاخد جدر وتروح غارسه تاني كانها شتله لوحديها. عايزين نشوف حاجات، نشوف. انا بروح واخد ده كده، واروح غارزه كده في التربه، واروح دافن عليه كده. وده الجرش ده بذلت اسود سمسم، بس عشان برضك نبقى مغطيين كل حاجه. ده من عند اي حد، وانصح ان انتوا تجيبوه مغسول اللي هو بمعنى مغسول، بحيث ان هو ما يهلككش في حته التنظيف، وفي نفس الوقت ما يبقاش مبهدل لك الحوض. ان انت جيت هتحطه في الميه مع اي تقليبه او اي حاجه هتحطها جديده في الحوض، هيبهدل لك الحوض حرفيا، هتلاقي كل الحوض ده مليان شبوره. دي حاجه كمان برضك، عشان برضك نبقى احنا مخلصين كل المواضيع. ده السماد الخاص اللي انا بستخدمه، ده السماد ده من عندي شاهين بتاع اسكندريه. طبعا ممتاز. دي الجرعه بتاعته عشان برضك تبقى لو حد عايز يستفسر عن حاجه. ده جميل جدا، انا مش فاكر سعره بصراحه كام،
بس ممتاز اصلا، مش محتاج حاجه غيره. انا جبت منه مؤخرا حديد، عبوه حديد كده صغيره بتتحط 3 مرات في الاسبوع. بس انت ممكن تبقى محتاج دوت ومش هتبقى محتاج حاجه تاني. هو اللي عمل معايا النقله النوعيه دي. وبرضك لو انت مش عايز تستخدم سماد عادي، هم كده كده السمك اوريدي بيطلع فضلات، الفضلات دي بتستخدم كسماد عضوي عادي، فما تشغلش بالك. عايز تبدا على الهادي ومش عايز تبقى الموضوع موسع عليك عادي. انت سيسي فلورا دي رخيصه، انت الفوكسي تيل ده هتلاقيه عند اي حد بيوزعه اصلا. انت الروتالا دي برضك رخيصه مش غاليه. في حاجات انت بتلاقي العود ب 5 جنيه و10 جنيه، فما ما تشغلش بالك. حتى الانوبيس اللي شكلها لطيف ديت، الورقه الكبير دي ب 25 جنيه من عند اسلام. وفي ناس بتعمل عروض يعني. والسمات برضك لو انت مش هتعرف تجيب من اسكندريه او مش تقدر تشحن، في عندك خالد طاهر، وفي عندك مين اسلام ياسين ممكن تلاقي عنده سمات برضك، وفي عندك مين تاني يا ربي، وفي عندك كذا حد مش متذكر دلوقتي عشان ما ابقاش مسقط حد. في عندك كذا حد. الزرع بقى عشان برضك نقول عليه، انا الزرع جبت من اسلام ياسين كميه كبيره، يعني 3/4 الزرع ده من عند اسلام ياسين. في عندك جزء كبير جدا في بدايتي اول ما بدات من عند ارميا. اللي عايز كونتاكت لاي حد من الناس دي يقول لي هبعته له من عند ارميا، الله يبارك له. وبرضك عنده شريم ريد شيري محترم. الحاجات دي والله ما دعايه ولا اعلان، بس تجربه خاصه بحاول انشرها مع الناس. وعندك جزء برضك محترم من عندي شاهين. وفي جزء من اصدقائي بقى زي الجابي جراس من توني، صديق هاوي عادي. والفوكس تيل كنت واخده برضك من البرام بتاع عزبه النخل، برضك صديق ليا. والجزء الهيجروفيليا اللي جوه خالص دي برضك شبه البقدونس، دي انا مسميها البقدونس، دي برضك من صديق ليا في اكتوبر. حاجات الهواه من الهاوي للهاوي برضك بتبقى العمليه لطيفه. ايه تاني عشان مش عايز انسى حد، بس عشان قبل ما ننزل الفيديو. بس دول تقريبا 3/4 اللي انا قلت لكم عليهم. بس وفي طبعا الروتالا دي قلت لكم من عند حازم ميلانو في بيت شمعادي، عنده برضك حاجات محترمه. بس دول 3/4 الحاجات اللي انا بقول لكم عليها. وبصراحه انت اصلا اول ما هتبدا هتلاقي 1000 دليل و1000 مكان، ويعني انت بس اتحرك وابدا هتلاقي الموضوع معاك لطيف. وخلي بالك برضك في اوقات كتير قوي لما بتيجي تبدا وتقص مثلا مكان، بتلاقي العود اللي انت قصيت منه بدا يطلع لك فرعين جنبه، زي ده مثلا، عشان بس لسه شايفها زي دي مثلا. بصوا هنا هيطلع نمو من هنا وهيطلع نمو من هنا، يعني انا قصيت دي بس هيطلعني من هنا ومن هنا. فتلاقي لك الموضوع عندك متشعب وتبدا تقص منه وتنزل تاني او تقص وتبيع. موضوع لطيف. انا ما ببيعش لحد دلوقتي، بس الموضوع لطيف واللي محتاج حاجه انا مش هتاخر عليه يعني. ولو حد عايز اي حاجه يسالني في الكومنتات. تقريبا كده انا قلت كل حاجه. ما تنسوش بس موضوع تغيير الميه الدائم وموضوع الموضوع تغيير الميه الدائم، مثلا خليه مثلا مرتين ثابتين في الاسبوع، هيفرق معاك جامد في صحه النبات. انا على ظروف شغلي متاخر شويه في الموضوع، بس انا بقول لك الاحسن يعني. وهتحسب الاضاءه عشان بس ما ننساش، احنا قلنا من 6 ساعات 7 ساعات حد اقصى، بلاش تخش في ال8 دي. هتحسبها 20 اليوم للتر، يعني هتضرب ال60 لعرض في 40 عمق في 40 طول، واللي طالع هتقسمه على 1000 مثلا يطلع لك مثلا عندي انا هنا 96، فال 96000 هيطلع لك 96000 هتقسمهم على 1000 هيطلع لك اللي هو ايه كام في المية بالظبط، هيطلع لك قصدي قد ايه بالظبط، هيطلع لك 96. فال 96 دول هتطلع ال 20 في اليوم بتاعهم هتلاقيهم مثلا حوالي 1000 وشويه. فانت هتروح تشوف ليدات. انا جايب قصدي لمض، انا جايب لمض من حاجه اسمها سبريت زي فينوس كده، من مكان فينوس اصلا، من شركه فينوس نفسها، عشان دول المكان الوحيد او الشركه الوحيده اللي هتبقى حاسبه لك اليومين. الشركات الثانيه او اللمض الثانيه ام 15 جنيه و10 جنيه دي ولا ليها اي لازمه ولا هتبقى مجزيه. حتى الليدات اللي هي العاديه اللي هي من عند الكهربائي زي دي برضك مش هتعمل معاك حاجه، هتبقى موجوده بس كده هتنيم لك النبات. ممكن الليدات بقى اللي بتبقى في محلات السمك دي برضك لو انت عايز توفر ومش عايز تعمل الليله دي كلها، او مش توفر يعني، عايز تبقى حاجه شكلها شيك حاططها في الحوض من هنا لهنا كده، هتبقى العمليه لطيفه معاك ومش هتبقى مجعبره او حاجات كتير قوي حواليك كده. انا بس عشان بيكون الترابيزه فعادي مش مشكله، لكن انت هتبقى حته كده بتتحط من هنا لهنا. اعتقد في ناس كتير شافوها، بيبقى ليد كده جميل وبيديك اليومين المطلوب للحوض بتاعك. وطبعا الحوض اليومين بتاعه لو انت زارع شتله واحده بس ومش عايز تحط حاجه تاني غير لما تكون مالي الحوض الله اكبر زي ده، في فرق كبير قوي يعني. ساعتها ممكن تستخدم لمبه واحده تبقى مكفياك لو انت مش مغطي الحوض حاجات كتير، لكن انا مغطي الحوض حاجات كتير، فبحاول ان انا احط ال3 لمبات هم دول اكتر من اليومين المطلوب ليا، بس بحاول ان انا ما اقعدش 6 ساعات، افصل التايمر قبل كده. فيعني ربنا يكرمكم ويكرمني ويكرم الناس كلها. ولو في حد عنده اي حاجه عايز يعرفها يسيب لي في الكومنتات، وعلى قد ما انا اقدر اخدمه. قولوا باي للالفنتايه بتاعتي، للنتايه الجميله دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. ولو في حد عنده اي اقتراح لفيديو جديد او عايز يعرف اي حاجه تحت امركم في اي وقت. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملوا لايك على الفيديو دوت. اشوفكم على خير في الفيديو جاي. سلام.